خير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الاهلي والبنك الاهلي. طبعا في بداية الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد. وطبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي لبنان، ويا رب الأمة العربية كلها تكون بخير يا رب العالمين. اللهم انصر أهل فلسطين على ولاد المتسخ بإذن واحد أحد. طبعا عشان نتكلم باختصار، ماتش سيء. طبعا نتيجة الماتش ده أنا شايف من وجهة نظري إن هو ده الطبيعي، لأن خلاص ابتدينا نتعامل بنفس الأسلوب اللي بيتلعب بيه أي ماتش في الدوري. طبعا سذاجة من اللعيبة، استهتار، مفيش دافع الفوز مش موجود. النادي الاهلي متغيب تماما. النادي الاهلي او بمعنى اصح ما بيعملش هجمات خطيرة على الفريق اللي قدامه. فرص ضايعة طبعا بعدم وجود مهاجم. اللي بيقوله كولر بيحصل. النادي الاهلي او كولر طلب مهاجم بديل لوسام، ما حصلش، ما جابوش مهاجم بديل. نلعب بكهربا مهاجم. كهربا بيضيع فرص سهلة. شفنا الهجمة اللي كهربا ضيعها، اللي هي لما استلمها وشاطها بشماله وطلعها في الاوت. شفنا الهجمة اللي بعدها لما خد الكورة شاطها في الحارس والحارس مسكها. الاهلي وحش، الاهلي سيء جدا. طبعا عايز اشيد بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير هو اللي بيلم الاخطاء الدفاعية اللي احنا ما زلنا بنعاني منها، سواء ياسر ابراهيم او خالد عبد الفتاح. طبعا خط النص ماليش تعليق، مفيش طبعا جديد، نفس طريقة اللعب المعتادة، استلم واسلم، بس مفيش اي هجمات خطيرة بيعملها النادي الاهلي على الفريق المنافس. طبعا الاهلي مازال عاجز هجوميا بسبب ان مفيش سترايكر صريح بيقدر يخلص الهجمات اللي بتجيله. مفيش. انت بتلعب بكهربا، نفس الكلام اللي قلته. كهربا مش مهاجم، ما ينفعش ان هو يلعب في المركز ده، لان هو مش دي حتته، تمام، ولا دي لعبته ولا دي عدلته. نزلنا بنعاني من طبعا استهتار بان انت بتاخد الكورة بتروح بيها ناحية المنافس بس ما بتخلصش. مفيش. الفينش غلط. حتى في الشوط الاول لما جالنا فرصة ان احنا نسجل، ما زلنا برضو نفس الكلام اللي بقوله كل فيديو، ان احنا بيجيلنا فرص وبنهدرها. فطبعا احنا نستحق التعادل، ما ده طبيعي. طبعا النهارده حسين الشحات ما كانش في حالته. حسين الشحات انا ما حسيتش بيه تماما. حسين الشحات كان متغيب تماما عن الماتش. بيرسي تاو، خد شنطتك وامشي. انا مش عايز اشوفك تاني في الملعب، ولا حتى على الدكه. انا لو جبت لعيب محلي يا اخي، اقسم بدين الله لو جبت لعيب محلي هيلعب احسن منك. انت حرفيا بتعمل حاجات، انت شكلك عشان عارف ان انت هتمشي بتفقع مرارتنا احنا. خد شنطتك وامشي بجد. حرفيا انا شايف ان بيرسي تاو يمشي. لا يستحق ان هو يكون موجود في الملعب، لا يستحق ان هو يكون بديل حتى رضا سليم النهارده ما عملش حاجه، بس على الاقل الراجل كان بيحاول. غياب طاهر طبعا انا ما اعرفش. طاهر طبعا عشان خاطر حصل على انذار تاني فمتغيب النهارده عن الماتش. طاهر فرق معايا، ولو كان موجود كان فرق معايا وكان طاهر بدأ بيه، بس طبعا عشان طاهر واخد انذار تاني فمش هينفع يلعب بيه، فهيضطر ان هو يلعب بيرسي تاو. انا مش عارف حتى مشية بيرسي تاو العجيبه اللي دايما متعود ان هو يمشيها دي. انا بجد كل ما بشوف بيرسي تاو في الملعب خلاص انا عارف ان انا مش عايز اتفرج على الماتش اصلا، لان حرفيا انا عارف ان بيرسي تاو هيفضل طول عمره سيء. انا ما باخدش منه اي جديد. بنك الاهلي طبعا النهارده كان قافل كل المساحات.
لعب على كل مفاتيح طريقة اللعب بتاعت النادي الأهلي، قفل كل المفاتيح. ماليش تعليق طبعا على الماتش ده. الماتش ده خلاص، هو خلاص ماتش خلص. تقليص نقطتين لصالح النادي الأهلي. طبعا حتى الجون اللي احنا كنا فاكرين ان هو هيخلص الماتش اتحسب هاند بول على رامي ربيعة. ماليش تعليق ومعرفش احنا هنوصل لفين للأسف. طبعا تعليقي على الوينجات، الأهلي عنده وينجين حرفيا أنا شايف إن هو يلحق، يا إما طبعا كده بيرسي ده وعده خلص. أنا شايف إن يطلع رضا سليم إعارة ويجيب وينج محترم، ده اللي أنا شايفه. هاتلي زلاكا حتى على الأقل، وممكن كهربا طبعا نشوفه وينج زي ما قلت الفيديو اللي فات. أنا بتمنى أشوف كهربا وينج أحسن ما يكون مهاجم، ونجيب مهاجم بديل لوسام، بحيث إن وسام لا قدر الله لو اتعرض لإصابة زي ما حصل في الفترة اللي احنا شايفينها، لأن غيابه طبعا مؤثر، إن أنت معاك مهاجم بيخلص فرص. أنت طبعا ما بتمتلكش ده. حتى الوينجين اللي أنت بتعتمد عليهم، حسين الشحات مستواه في الضياع. أنا ما شفتش النهارده حسين الشحات كان للأسف كان متغيب تماما. طبعا قفشة يعني كان بيحاول برضو، قفشة كان بيحاول بكل الطرق إن هو يعمل الواجب الهجومي اللي هو كان بيعمله. النهارده البنك الاهلي زي ما احنا شايفين، البنك الاهلي راصص ال 11 كلهم ورا وبيلعب على المرتده، لان ده الطبيعي يعني. اي فريق قدام النادي الاهلي بيلعب على المرتده. فطبعا انا شايف من وجهة نظري ان الدوري هيبقى صعب وهيفضل صعب لو ملحقناش نفوق. فسؤالي، هنفوق امتى؟ انا كده الماتش اللي فات تعادل، الماتش ده تعادل، يا فرحتي انا خدت كده نقطتين من ماتشين. بعدين هنعمل ايه؟ طبعا انا مش محتاج اتكلم عن كولر، لان كولر في الاول وفي الاخر انا عندي قناعات بان كولر عنده مشاكل في البدايل وعنده مشاكل في الاساسي. لان الاساسيين اللي عنده هو زي ما قلت الفيديو اللي فات، هو بيعتمد على وينجين، طاهر والشحات. طاهر طبعا زي ما قلت لكم ان هو راجل واخد انذارين، فبيضطر طبعا ان هو يلعب ببيرسي تاو، وحسين الشحات معاه اساسي. بس للاسف حسين الشحات متغيب، اداؤه مش موجود في الملعب. كهربا نفس الكلام، كهربا انا ما حسيتش بيه برضو، كان بيحاول بس كهربا مش حتته، مش عارف الوم كهربا على ايه. ضيع فرص، هنكر اقول ضيع فرص، بس احنا بنضحك عليه ونقول له يا ابني انزل، يا ابني انت مهاجم. هو مش مهاجم، الدافع ده مش موجود. يعني انا النهارده نازل الملعب انا بمشي رجلي حرفيا، يعني جاي اقضي ماتش خماسي كده صباح الفل، انا جاي العب الساعه ونص بتوعي واتوكل على الله. هو ده حرفيا اللي حصل النهارده. انا لعبت ساعه ونص بمشي رجلي وسلام عليكم. مش عارف احنا هنوصل لفين. للاسف اداء النادي الاهلي اداء سيء جدا 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 جدا. اتمنى ان كابتن محمد رمضان يعني يلحق حتى على الاقل ياخد قرار بعقوبة على اللعيبة اللي بتستهتر، يخصم حتى على الاقل من كل لاعب مبلغ عشان يبتدي يفوق، باستثناء يعني ممكن نقول شوبير، يعني باستثناء شوبير. اداء زفت، ماتش للنسيان، نفس الماتش اللي فات. والله اعلم هل هيستمر الاهلي بادائه ده في الدوري ولا لا. الماتش الجاي طبعا اتمنى ان يكون فيه افضل من كده. يعني الاهلي مستواه في الدوري وحش جدا جدا جدا، خاصة ان انت النهارده انت بتلعبش زي الدوري بتاع الموسم اللي فات، اللي هو انت بتلعب جولة اولى وجولة تانية. انت النهارده الدوري صعب. لو استمريت على الاداء ده الموضوع هيبقى مش هيبقى احسن حاجة يعني.
فانا عايز اعرف هل هنكمل على الاداء ده؟ ايه اللي حصل فيه ايه؟ انا الدوري ده انا كنت باخد اي فريق كنت بشوفه قدامي كنت بدوس عليه بالتلاتة والاربعة. صباح الفل، انا جاي اديك تلاتة وامشي، وانزل يا ابني انت وهو من على الدكة، مشي لي اللعب وخلاص، الموضوع خلص والماتش خلص. النهارده انا مش عارف اكسب. فايه ايه اللي هيتم او ايه اللي هيحصل؟ زي ما قلت، ماتش للنسيان. اتمنى ان اللعيبه تفوق. عندي مشكله في طبعا اللي حصل بين امام عاشور وبين محمد شناوي. انا تعليقي طبعا على قصه امام عاشور ومحمد الشناوي، انا ما عنديش لاعب فوق الكيان، ده رقم واحد. انا ما عنديش لاعب فوق الكيان. الكلام اللي انت كنت بتعمله ده يا امام، انا شايف ان انت تروح تعمله في الزريبه اللي انت كنت بتلعب فيها، اللي هو نادي الزمالك. لما انت هنا بتلعب في النادي الاهلي، كونك انك تكلم قائد الفرقه وتشد معاه، الكلام ده ما ينفعش ان انت تعمله هنا. تمام، ده رقم واحد بالنسبه لي. رقم اتنين، بتحاول تمتص غضب الجماهير عنك، ده مش هيحصل برضو، لان الجماهير عندنا مش زي جماهير تانية. احنا الجماهير عندنا واعية هي بتعمل ايه. انت بتلعب في النادي الاهلي، وانت عارف يعني ايه النادي الاهلي، انا مش محتاج اعرفك النادي الاهلي. انت بتلعب في النادي الاهلي، واديك شفت انت لما جيت النادي الاهلي توصلت لفين. انا في لحظة ممكن اطلعك سابع سما، بس خلي بالك انا ممكن انزلك سابع ارض، لان انا اللي بعمل ده. انا كجمهور النادي الاهلي بعمل ده. وجودك في النادي الاهلي مش بيزنس، وجودك في النادي الاهلي تاريخ. والله يا صاحبي، عايز بيزنس ممكن تروح ممكن تروح بيراميدز، تروح تلعب بقى مع اللعيبه اللي بتاخد ملايين الملايين، وفي الاخر كده كده ما بتاخدش حاجه يعني. او ممكن تروح ترجع الزمالك تاني، انا مش فارق معايا. لو عايز ترجع الزمالك تاني ارجع الزمالك تاني، ما عنديش مشكله. ده بالنسبه لامام. بالنسبه للعقوبات اللي نزلت، طبعا عقوبه المليون جنيه انا اتكلمت فيها الفيديو اللي فات، وقلت ده قرار كويس جدا من كابتن محمد رمضان. طبعا عقوبة طبعا عدم اللعب في التدريبات. في كلام اتقال ان في ناس اتدخلت، في لعيبة اتدخلت، منهم كهربا ومنهم ربيعة، منهم كذا لعيبة اتدخل في النادي الاهلي علشان يلموا الموضوع. طبعا متحدث الرسمي احمد سالم بيتكلم في كلام المفترض في مثل يجي يقولك اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت سبحان الله بتتكلم وانت عندك مشكله ان مصطفى شلبي كان عنده مشكله مع كابتن عبد الواحد السيد، وانت طالع بتلاقي حلاقه بتقول لي لا اصل النادي الزمالك امام عاشور لما كان في نادي الزمالك ما كانش بيقدر يعمل الكلام اللي بيعمله ده في النادي الاهلي دلوقتي. بس خلي بالك انت عندك مصطفى شلبي يعني عمل نفس الكلام ده، انت ما عملتش معاه حاجه. صباح الفل يعني. ولما ابتدى الموضوع النادي الاهلي ابتدى يرد وابتدى يقول لا احنا عندنا لعيب لما بيتعوج عليا بعاقبه، انت بصورم بقى رحت عملت طب انا هنزل على مصطفى شلبي عقوبه هعاقبه. والله اعلم هو انتوا عاقبتوه ولا لا يعني. فانا مش عايز اتكلم عن نادي، وهرجع اعيدها تاني وتالت ورابع. انت لا مؤاخذه كلمه وطنيه وكرامه دي قليله قوي يعني على نادي الزمالك. انا شايف ان كلمه وطنيه وكرامه دي انا زهقت منها يعني. انا شيلوا اليافطه دي عشان انا شايف ان نادي الزمالك ما فيهوش كرامه. اما اللعيب لما كان موجود عندك بيتف على جمهوره، ولعيب تاني بيدرع على جمهوره، لعيب تاني بيدرع لجمهوره، ورئيس ناديه بيشتم جمهوره وبيشتم لعيبته، وكان بيقلل من النادي اصلا. لما كان بيقول لكم الاهلي ده كان بيلحسكوا التراب. ها، فوق للكلام، فوق للكلام. ما تجيش انت تلقح عليا وتنظر عليا. انت عندك مشاكل، انا بالنسبه لي انا مش شايفك اصلا. انا بطلع ارد علشان خاطر للاسف يعني
اقول ايه بس؟ يعني هتكلم، عارف انت بتمثل ايه بالظبط؟ بتمثل زي ما تيجي تقول لي مثلا بص الحق ايه بطلونك مخروم وانت واقف قدامي ملط. انت واقف قدامي ملط بتتريق عليا انا، مش فاهم ازاي. انا حتى على الاقل لما امام عاشور لما كان عندك كنت بعرف اخد حقي منه، نفس الكلام لما لو موجود عندي بعرف اخد حقي منه وبوقع عليه عقوبات. انت بقى بتعمل ايه مع لعيبتك؟ ما بتعملش معاهم حاجه. لعيبه بتقعد تف على جمهورها ولعيبه بتقعد تدرع لجمهورها، وعادي الموضوع بيعدي وصباحك فل، يعني مفيش مشكله. كمل لعب يا ابني وانزل عادي. نكتفي بهذا القدر. اتمنى ان شاء الله باذن واحد احد ان الاهلي يرجع لمستواه تاني. مش عايز اشوف الاداء ده تاني، لان بجد النهارده ما كنتش حابب ان انا اشوف الاهلي في المنظر ده. انا كنت متعود دايما ان النادي الاهلي لما بيتعادل ماتش بينزل الماتش اللي بعديه يكسب، خاصة ان انت موقفك في الدوري دلوقتي مش زي الاول. في نهاية حلقتنا النهاردة اتمنى من كل اخواتي وحبايبي ان هم يفعلوا زر الجرس ويشتركوا في القناة، ويعملوا لايك للفيديو. سلام عليكم.